اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين جميعا من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وشاف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ضالا إلا
إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وسع عليهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم قهم عذاب النار وارزقهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.